نوره، تقولي ايه لوالدتك؟ ازاي بتشوفي الاستاذه صافيناز كاظم الكاتبه الكبيره؟ بشوفها نعمة ربنا عليا، الحمد لله، ربنا يخليها لي. مش دايما يعني هي الامهات حاجة لطيفة في الدنيا، بس مش دايما الواحد ربنا بيديله ام تبقى ذكية ومثقفة في نفس الوقت، يعني ام بس يعني ام جديدة؟ لا، هي مش ام جديدة ومش ام سهلة، يعني اقصد مش ام متساهلة ولا ام جديدة، يعني عادي في اللطيف. بتنتقدك في ايه؟ اكتر حاجة بتنتقدك فيها؟ هي بتنتقد الكل وما بتسيبش حد لما بتنتقد. انتقاداتها كمان لاذعة. لدرجة ان انا ما بقتش اركز، ما بقتش سامعة، يعني سامعة انتقاد بس مش مركزة قوي ايه اللي بيتقال، لانه مستمر. يعني شيلي ده، اعدلي ده، اعملي ده، مثال ما ترفعيش راسك كده، ما تميليش راسك كده، ما تقعديش كده، فما بقتش اركز. الانتقاد في ابسط الامور طول الوقت مستمر في الخلفية. لا، هي معجبة بيا، معرفش. معجبة بكتاباتك، وهي نادرا ما بتعجب بكتاباتك. ممكن ككاتبة ممكن تكتبي تنتقدي والدتك في رأي أو فكر؟ لا، احنا بنتناقش بصراحة. لا، مش هنا في البيت بنتناقش. لا، كعمل احترافي وانت تكتبي وليكي مقال ثابت، ممكن تكتبي تنتقدي والدتك بغض النظر ايه شكل الانتقاد وطبيعته، معروف ان انت بنتها، لكن ممكن تنتقديها في رأيها؟ ما حصلتش قبل كده. حصل ان انا اختلفت معاها في الرأي وكتبت كتبت الرأي ده اللي هو مختلف معاها تماما، كتبته في الجرايد. كان عن ايه؟ مش متذكرة بالظبط، اظن كان عن موضوع كريم عامر اللي هو المدون اللي اتحبس ده. يعني ممكن تحصل، لكن ما حصلش قبل كده ان انا كتبت وقلت الكاتبة صافيناز كاظم كتبت كذا او كده. بس في التدوين نزلت ماما اتعلمت الانترنت، ان انا يعني هبتدي اقرا التدوين بتاعها، فكل المجموعه اللي بتتجاوب معاها في التدوين قعدوا يفكروا في حيله يخلصوا مني ازاي عشان ما ركزش في اللي نوره بتعمله واعترض واوافق. شايفه نفسك في اي مجال استكمال لمسيرتك الصحفيه، عملك في قناه المعلومات؟ يعني مش شايفه نفسي في حته معرفش، بس انا اتمنى ان انا اموت شهيده قريب. كلنا والله كلنا بنتمنى. بقى حضرتك ايه، عايزه بنتك تموت شهيده؟ يا ريت دلوقتي.